الوصفة تاع اليوم كما راكم تشوفوا هي كيكة الليمون المنعشة. هاد الكيكة خفيفة وهشة وذوقها لا يعلى عليه، ونكهة الليمون اللي فيها راح تخليها قمة الانتعاش. تقدموها مع القهوة ولاتاي، وكيما تقدروا ترافقوها بالعصائر. إذا نخليكم معايا، ما تبدلوش القناة، نروحوا فاصل قصير ونشوفوا مباشرة المقادير وطريقة التحضير. في الريسيبيون راح نحطوا 3 حبات بيض اللي يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وخيروا البيض تاعكم يكون شوية كبير. ونضيف لو زاس دو سيترون اللي راح يضيف للكيكة تاعي النكهة وبنة منعشة. الناس اللي تحب القارص وكامل على بالي راح تشكرني على هاد الكيكة. ونضيف كاس سكر، هنا سعة الكأس اللي نخدم بها دائما 220 مليلتر، وبالميزان 200 غرام. وندرب الكل بالمضرب الكهربائي. هنايا المضرب الكهربائي ماشي شرط ولازم، لكن من الأحسن باش نتحصلوا على نتيجة أحسن وتكون الكيكة تاعنا خفيفة ومهوية نستعملوا المضرب الكهربائي. واللي ما عندهاش تعمل غير الفوي حتى يدوب هذاك السكر ويولي الخليط تاعكم أبيض. بعد ما دربت الكل جيدا حتى تضاعف حجم الخليط كما راكم تشوفوا فيه ولا عاقد بزاف، هنايا راح نضيف الزيت، زيت نباتي عندي كأس إلا ربع، راح نضيفه بشويه، وفي نفس الوقت راني ندرب حتى نكمل كامل الكميه تاع الزيت. وكي نكملو نزيد نخلط مليح شويه، من بعد راح نضيف الحليب. هنايا الحليب لازم يكون دافي، يعني دافي شويه برك. نحتاجو كأس يكون معمر تاع 220 دائما مليلتر. ونضيف الفارينه. بالنسبه للفارينه راح نضيف 2 كيسان يكونوا مملوئين، ونضيف معها كيس ونص خميره كيميائيه ولا خميره الحلوى وزن 15 غرام، واللي تحب تضيف عينها هي ميزانها. نضيفوا حوالي 12 ملعقه كبيره هكذاك. ونشوفوا لازم الخليط تاعنا تاع الكيكه يكون خفيف باش نتحصلوا على كيكه تكون خفيفه. هنا راح نرجع ندرب بالمضرب الكهربائي لكن على سرعه تكون ناقصه. بالنسبة لصينية الفرن يكون الحجم تاعها 30 على 35 سنتيمتر. رايحة ندهنها بشوية زيت كما راكم تشوفوا بالقليل جدا، يعني ما تكتروش بزاف الزيت. من بعد راح ندير حوالي مغرف كبيرة ولا 2 مغارف تاع الفارينة هكذا، ونروح نجوز هذيك الفارينة على كامل صينية بهذه الطريقة. من بعد راح نتخلص من هذاك الزائد تاع الفارينة، ونجي نفرغ الخليط تاع الكيكه في الصينيه ونروحوا للفرن. الفرن لازم يكون مسخن مسبقا، يعني قبل ما تبداو تحضروا هذه الكيكه سخنوا الفرن تاعكم على 180 درجه، شعلوه من التحت والفوق عادي، ودخلوا الكيكه تاعكم حوالي 20 حتى ل 25 دقيقه رايحه تتحمر وتخرجوها. هنايا نروحوا المرحله الثانيه اللي راح نحضروا فيها كريمه اللي راح تزيد الكيكه تاعنا بنه على بنه. في كاسرول حطيت كاس تحليب تاع 220 مليلتر، وملعقة كبيرة سكر عادي، ونضيف عليها أيضا ملعقة كبيرة نشاء ذرة أو مايزينا. وبالنسبة للمقادير البنات نتوما ضعفوا المقادير، يعني ما تعملوش هاد المقادير. نخلط هاد المكونات جيدا حتى يدوب هذاك المايزينا، ونديها فوق نار اللي تكون هادئة حتى يلحق الخليط تاعي للغليان مع التحريك المتوسط. كي يبدا يغلي الخليط تاعكم، يعني ما تخلوش الكريمه تعقد بزاف، غير يبدا يغلي غير شويه برك كذا باش نتخلصوا من هذاك الجو تاع النشا، ونحيها من النار. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، ما تكونش عاقده بزاف البنات كذا. نطفي عليها النار. هنايا راح نضيف 50 غرام تاع شوكولا بيضاء، شوكولا اللي كنت قطعتها قطع صغيره باش تذوب لنا بالخف. ونزيد نخلط الكل مع بعض، وندير عصير تاع نص حبه ليمون. بالنسبه للعصير الليمون تقدروا تعملوا حتى الحبه كامله، يعني اللي يحب الكريمه تاعو تجيه حامضه يدير حبه كامله. ونكه الكريمه تاعي باتاغوم سيترون، واعملوا هذه اللي تمد اللون، يعني هكذا باش تغير لنا اللون تاع الكريمه وتعزز فيه ذوق الليمون. هكذا ندير حوالي ملعقه صغيره فقط ولا اقل شويه، يعني ديروا حتى تحصلوا على الجو ولا اللون اللي حبيتوه. وبعد ما طابت الكيكه هاي لكم كيفاش تكون. هنايا خليو الكيكه تاعكم حتى تبرد، يعني بعد ما تخرجوها من الفرن وتبرد شويه باش تروحوا تحضروا هاد الكريمه. ونحط هذيك الكريمه فوق الكيكه ونحاول اني نوزعها بسباتول. وهنايا للامانه خياتي هاد المقادير تاع الكريمه، يعني كاس تاع حليب ما غطاتليش مليح هاد الكيكه، وليت ضاعفت المقادير.
وما تخافوش منها، ما تجيكمش حلوه هاد الكريمه، مام الكيكه ما تجيكمش حلوه. صدقوني كيكه من اروع الكيكات اللي جربتها، وكما راكم تلاحظوا بحجم عائلي، يعني تاكلي وتوكلي. واللي يحب هنا الكريمه تاعو تكون طبقه رقيقه يخليه يدير يعني غير مقادير هذو تاع كاس حليب، يعني ما يزودش المقادير. لكن انا حبيتها تتغطى مليح، وكما قلت لكم ما تخافوش منها، هاد الكريمه ما تجيكمش حلوه. كي حبيتها تتغطى مليح يعني وتكون طبقه مليحه، زودت المقادير. من بعد راح ندخلها للثلاجه ونخليها حتى تتماسك هذيك الكريمه. راح تدي معكم حوالي نص ساعه ولا 20 دقيقه، لانه فيها شوكولا راح تشد روحها بالخف. وهاي لكم الكيكه بعد ما خليتها في الثلاجه حوالي نص ساعه، شدت روحها مليح هذيك الكريمه. هنايا هاد الخطوه اختياريه باش نزينها، ولا يعني التزيين دائما يبقى اختياري كما على بالكم. انا حبيت نبشر عليها غير شويه تاع الليمون الاخضر، يعني مبشور ليمون اخضر، راح يمد لها لون وذوق. ونقطع معكم الكيكه تاعي. شوفوا البنات كيفاش خفيفه، صدقوني اخف منها ما كان، كلها على بعضها روعه. هنا قطعوها كما حبيتوا، تقطعوها مستطيلات ولا مربعات، انا حنقطعها مربعات ونقدمها امامكم مباشره بنه على بنه. نتمنى انكم تجربوها وتستمتعوا بها، وما تنسوش اللي جربتها تخلي لي رايها على صفحه الفيسبوك شهيوات جزائريه.